يا عم ميسو، هو في فصال وكده مع الصنايعية زي عندنا؟ مش قصدي حاجة والله، وبحبك وانا بحبك يا حبيبي. وبعدين يعني ايه مش قصدك حاجة؟ انت تسأل على طول وانا اجاوبك على طول يا حبيبي. مش كده ولا ايه؟ بص يا حبيبي، بصوا يا جماعة. في امريكا لو ما جبتش كذا واحد يديك اسعار مختلفة، انت هتاخد على قفاك من الاخر كده. فلازم بدل ما تنزل مع الصنايعي تقول له انا جايب كذا واحد تاني، انا بس جايبك تديني سعرك، وفي غيرك جاي، في كذا واحد غيرك جاي، عشان هو يبقى حاطط في دماغه ان هيديك السعر المناسب بالنسبه له. ويخلص يعني ايه معناها كده؟ خلص واديني سعرك، ماشي، بالاحترام وبالادب. ماشي، ولازم تكون مفهمه انك جايب كذا واحد، انا بس عايزك عشان تديني سعرك وكده. ماشي، دي حاجه. الحاجه التانيه، ممكن تتعاون معاه في بعض الشغل، تقول له مثلا لو انا مثلا عملت لك دي ودي ودي ودي، هتنزل في السعر؟ يقول لك اه، فهينزل في السعر. يعني انا مثلا عندي مثلا، انا آه هعمل اتش باك. طبعا انا عندي بويلر، طبعا النظام بتاع الهيت بويلر غير النظام اللي هو بتاع الاتش باك خالص. طبعا في الاتش باك لازم تكسر بقى وبتاع وما اعرفش ايه، شغلانه. فانا طبعا هتعاون معاهم. انا قلت لهم انا اللي هشيل المواسير، وانا اللي هقطعها، وانا اللي هشيل كل حاجه، وانت هتبقى جاي شغال على نظافه، وانا كمان اللي هكسر لك في الحيطان وفي السقف. وفرت لي كام في الشغلانه دي؟ وفرت لي بتاع 8000 دولار، عشان انا اللي هعمل الحاجات دي. فانا كده تعاونت معاه بعد ما خدت احسن سعر. ده انا مش عايز اقول لك ان في شركه بتاعت الاتش باك كانت مداني سعر 82000، طردت الراجل قلت له اطلع بره. شو والله، شركه 82000، 60000 شركه تانيه، 35000، 20000 دلوقتي. فعشان كده لازم نصيحتي لاي حد عايش في امريكا، عايز تعمل شغل عندك في الشقه او في البيت بتاعك، لازم تجيب بدل الشركه اكتر من 6 7 وتعرفهم كلهم. لان في امريكا سهل جدا تاخد على قفاك من الاخر كده لو ما كنتش مركز وصاحي. وحاول تتعاون معاهم، لان هتشيل فلوس كتير جدا لو تعاونت معاهم، يعني لو هم وافقوا يعني انك تتعاون معاهم. بس كده يعني. يلا بالتوفيق للجميع، وهوبا ايه دي يا عمي، السلام عليكم.